السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم متابعاتي. حبيت نشكركم هلبا على تفاعلكم مع الفيديو اللي فات، ونشكركم على تعليقاتكم وحبكم ودعمكم لي على الفيسبوك، سواء في التعليقات أو المساجات اللي توصلني منكم. بنات طبعا اللي ما عندهمش صفحتي على الفيسبوك، صفحتي اسمها نفس اسم قناتي على اليوتيوب، تعلمي مع سمونة. فيها فوق من 200,000 أخت، ربي يزيد ويبارك. حتى هي ننزل عليها طبعا في الفيديوهات، ونقرأ في تعليقاتكم على فيديوهاتي، ونلبي في طلباتكم اللي تطلبوها مني في التعليقات. ونشكركم مرة تانية على دعمكم ليا. واليوم الفيديو انتهينا باللصقة البيضاء أو لصقة الجرح، نوريكم كيف أنني نخدم بها، لأن في هلبة بنات يسألوا فيها على الفيسبوك نوعية اللصقة اللي نستعمل فيها وكيف نقصها شرايط. زي ما تشوفوا طبعا في الفيديو أني سحبتها وبنطرحها على الطاولة أو سيراميكا أو حتى سفرة حديد، على أي حاجة تساعدكم أنتم. تقصوها بالمشرط زي ما تشوفوا وتفردوها على الطاولة، وتجيبوا قلم رصاص ومسطرة. طبعا هذه النقطة مهمة للمبتدئات بالذات، تحددوا الخطوط أو سمك اللصقة بالقلم والمسطرة، وبعدين اتبعوا الخطوط اللي حددتوها بالقلم بالمشرط، والحجم زي ما تحبوا، غليظة أو رقيقة. يعتمد على النقشة اللي بتطبقوها، لأن في قصات يفضل يكون سمكها رقيق، وفي اللي غليظ. وإن شاء الله طبعا وضحت الفكرة. وبما أن احنا صفحة تعليمية، حبيت نتطرق لمواعيد تساعد البنات والأمهات عشان نفيدكم. أنا طبعا حبيت نتكلم عن موضوع جديد، بحكم في هالرسائل جتني على الموضوع هدايا بعد الفيديو اللي فات، وطلبتوا مني نتكلم عن الموضوع هذا في الرسائل. قالوا لي طبعا يا بنات يا سمونة، كيف توفقي بين شغلك وشغل البيت، أو كيف ترتبي في جدولك. حبيت يا بنات نشارك معكم 4 نقاط فقط، نختصرها عليكم. لو اتبعتوها بتحسوا بالفرق من أول أسبوع، بتشوفوا النتائج. النقاط هذه أنا معتمدتها، وطبعا حتى اللي ما يخدموش وفي حياشهم تحسوا إن وقتكم منظم وتلحقوا على كل شيء. المهم نبدأ يا بنات بأول نقطة. حاولوا قبل ما ترقدوا تكملوا أغلب شغلكم في الليل، يعني مواعينك وغسيلك وترتيب البيت كله في الليل. والنقطة الثانية، الشغل اللي ياخد منك وقت طويل، زي تنكيت حوش وترتيب عميق لدواليبك، حملة ترتيب دار خزين إلى آخر. يا بنات حاولوا كل يوم تخصصي من وقتك ساعة أو ساعتين تجزي فيها على واحد منهم وتكمليه، وهكذا كل يوم تكملي حاجة منها، مش هتتعبي أو يتراكم عليك الشغل. والصبح أول ما تنوضي ضمي دارك وشاغلي صورة البقرة، وديري طويصة قهوة تعدلي بيها مزاجك وأفطري. وأول ما تكملي فطورك لمي حوشة الفطور قبل ما تطلعي لخدمتك، لو انتي تخدمي هيك تحسي نفسيتك مرتاحة ومسيطرة على الوضع. ونجولي ثالث نقطة، لو عندك صغار يا بنات ركزوا فيها، هذه أهم نقطة أني بالنسبة لي، لأن في هالبنات ما يركزوش أو يهملوا الجانب هذا، لكن راهو الجانب هذا يساعد هلبة. كل ما احنا علمنا صغارنا إن يعتمدوا على نفسهم حتى هم، ويساعدوك على النظام والنظافة. مثلا الحمام حشاكم ينظفه بعد ما يكمل منه، كذلك يضبط دولابه وغرفته لما ينوض من النوم، وبعد ياكل يقيم صفرته. هم حاجات بسيطة بس تساعدك هلبة انت كأم، وتوفر عليك الوقت، وتعلم ولدك النظام والترتيب، ما يقعدش كل الشغل عليك انت وهم بس يحوسوا. ونجو للنقطة الثالثة اللي فيه منكم بيعارضوني فيها، بس أنا قلت في بداية كلامي إن نتكلم على نقاط تساعد أيضا حتى العاملات بحكم هم يشتغلوا ما يلحقوش على الشغل. التفريز نقطة مهمة للبعض، مثلا تفريز البيتزا والصلصات والحمص والطعمية، وتقطيع شرايح البصل وتفرزيهم، والمعجنات وهلبة أفكار. طبعا كل واحدة وشين يساعدها وعلى قد ما تقدر وزي ما تحبوا. طبعا هذه النقطة توفر عليكم هلبة وقت. والنقطة الرابعة والأخيرة يا بنات،
مش مهم يكون حوشك مرتب من برا، لأن الأغلبية يهتم بالمظهر الخارجي فقط، ومن داخل يبدأ حايس ومكركب، فتحسي روحك حتى نفسيتك مثلا شايلة هم الحاجة هذه. يا بنات، المهم والأهم يكون الحوش مرتب حتى هو من داخل، يعني دواليبك منظمة، مطبخك كذلك كل حاجة في مكانها، تلاجة كذلك، وأي حاجة زايدة أو في من أو ما فيش منها قصدي فايدة تتلوح. هيك تحسي نفسك بعد تفتحي دولابك مرتاحة نفسيتك، لأن الحوش لما يكون مرتب ومنظف تكون حتى النفسية مرتاحة. وهيك نكونوا كملنا 4 نقاط. هذه يا بنات أهم نقاط، لو طبقتوها زي ما قلت لكم في بداية الفيديو حتحسوا عندكم فراغ تنجزوا فيه حاجات تانية، ويساعد الأمهات العاملات إن يلحقوا على شغل الحوش وعلى شغلهم. وبس، وربي يكون في عون كل الأمهات والعاملات ويعطيكم الصحة والعافية. متنسوش تنوروني بلايكاتكم وتعليقاتكم، وتقولي شن رأيكم في الموضوع، وبس، ونحبكم هلبا ونخليكم مع الفيديو.